هي بنتك لما بتزعل بتهد الدنيا وتصرخ، وابنك لما بيحب يطلب حاجة يطلبها بأسلوب يخليكي تقومي تصرخي وتقولي له لأ حتى لو الحاجة دي معاكي. قبل ما تقولي إن الجيل ده ما بيفهمش في الأصول، تعالي أقولك إن كيلوباترا ملكة مصر ما كانتش بتحكم بجمالها زي ما الأفلام بتقول، كانت بتحكم بلسانها. أيوة صدقي، الست كانت بتتكلم 9 لغات وكانت بتخطف عقل اللي قدامها بكلمتين. تعالي أقولك إزاي نعلم ولادنا الدبلوماسية والذكاء اللغوي قبل ما يخسروا كل اللي حواليهم. أهلا بيكم في طريقنا اللي بنمشيه مع بعض. أنا شيماء عبيد، والنهاردة في أهدأ مما يبدو هنعرف إزاي نحول لسان ولادنا من دبش بيكسر القلوب لحاجة حلوة تفتح له أي باب. كليوباترا يا جماعة لما قعدت على عرش مصر كانت البلد في حالة فوضى، والرومان كانوا جايبين آخرهم وعايزين يجيبوا أجلها. كليوباترا هنا ما قعدتش تعيط ولا لمت شنطتها وهربت. الست دي كانت بتقعد مع وفود من كل بلاد العالم وتكلم كل واحد بلغته ومن غير مترجم. المؤرخين قالوا إن سحرها الحقيقي ما كانش في شكلها، كان في كلامها. كانت نبرة صوتها وطريقتها في الكلام كانت بتخلي أعتى قادة الرومان يوافقوا على شروطها وهي قاعدة وحاطة رجل على رجل. مش هقول لكم النهارده على حته طنط الحشريه وحماده ابن اختها علشان انا زهقت منهم هما الاثنين، لكن انا هقول لك ان في التحليل السلوكي اللي كليوباترا كانت بتعمله زمان احنا بنسميه الذكاء اللغوي والاجتماعي. الاطفال نوعين: طفل عنده الفكره بس لما بيجي يعبر عنها بيعبر بدبش او خناقه وبيزيح حقه في الاخر، وطفل تاني زي كليوباترا بيعرف ينقي كلامه فبيوصل للي هو عايزه بكل هدوء وادب. شطارتك انت بقى يا ست الكل، طولة اللسان لازم تتوجه للباقة مش لإيه، انت عارفة. وعلشان تطلعي من بيتك كيلوباترا أو قائد بيعرف يتكلم، تعالي نلعب على ال3 خطوات دول. أول حاجة لعبة قولها بشكل تاني. لما ابنك يجي يزعق ويقولك ماليش دعوة أنا عايز الأكل دلوقتي حالا، قوليله بكل هدوء الطلب ده اترفض علشان الأسلوب اللي انت بتتكلم بيه. قولها بشكل تاني يخليني أوافق. بمنتهى البساطة خليه يدرب مخه على الدبلوماسية. تاني حاجة قاموس المشاعر. علمي ابنك يقول أنا زعلان علشان كذا، مش ياخد اللعب ويحطها لك في الأرض. لما بندي للطفل كلمات يعبر بيها العنف السلوكي عنده بيقل بنسبة 80%. تالت حاجة قاعدة ال3 ثواني. علميه قبل ما يرد على حد مضايقه يعد لحد 3 في سره. الثبات الانفعالي هو ده اللي بيصنع القائد. في أهدأ مما يبدو بنعلم ولادنا إن الكلمة سيف، يا نجرح بيها اللي حوالينا يا تفتح لينا أبواب النجاح. قوليلي في التعليقات إيه أكتر كلمة دبش ابنك قالها لك وسط الناس وكان ردك عليها رد مش لطيف. أشوفكم الحلقة الجاية. أنا شيماء عبيد، وخليكوا دايما أهدأ مما يبدو.